في لحظات مأساوية هزت مشاعر الأهالي في محافظة أسيوط. تجمع العشرات من المواطنين حول مصرف مائي بقرية منقباد بعد أن انقلب تروسيكل كان يقل مجموعة من التلاميذ في طريقهم إلى المدرسة، في مشهد امتزجت فيه الصرخات بدموع الخوف والحزن قبل أن يظهر وسط الفوضى بطل حقيقي أنقذ بأيديه الصغيرة أرواحاً بريئة من الغرق. كشف ميخائيل عياد بطل حادث انقلاب التروسيكل داخل مصرف قرية منقباد بمحافظة أسيوط عن تفاصيل اللحظات العصيبة التي عاشها أثناء إنقاذ التلاميذ وانتشالهم من المياه، مؤكداً أنه لم يتردد لحظة واحدة في القفز لإنقاذهم رغم صعوبة الموقف. وقال ميخائيل: كنت في طريقي صباح اليوم لإحضار بعض السمك لبيعه، وفجأة فوجئت بتجمهر الناس وصراخ الأهالي، وعندما اقتربت رأيت التروسيكل مقلوباً داخل المصرف والتلاميذ يطفون على سطح المياه. على الفور خلعت الجلابية وقفزت لإنقاذهم. كان المشهد صعباً جداً والأهالي واقفين بيعيطوا من منظر الأطفال. وأضاف: تمكنت من إنقاذ نحو 15 تلميذاً بمساعدة الأهالي، ولا أعلم حتى الآن كيف استطعت فعل ذلك، لكني أؤمن أنها كانت إرادة من الله. وأطالب المسؤولين بإنشاء سور حول المنطقة وتوفير وسيلة نقل آمنة للتلاميذ إلى مدارسهم حتى لا تتكرر هذه المأساة. وتعود تفاصيل الحادث إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط يفيد بانقلاب تروسيكل محمل بعدد من التلاميذ داخل مصرف بقرية منقباد، ما أسفر عن وفاة تلميذة وإصابة آخرين في واقعة مؤلمة تركت حزناً عميقاً في قلوب أهالي القرية.